وممارسة من الشعب العربي الفلسطيني لحقه في تقرير المصير والاستقلال السياسي والسيادة فوق أرضه، فإن المجلس الوطني يعلن باسم الله وباسم الشعب العربي الفلسطيني قيام دولة فلسطين فوق أرضنا الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف. شعب الجبارين هو اللي هيطلع منه زهرة من زهراته وشبل من أشباله ليرفع علم فلسطين فوق أسوار القدس ومآذن القدس وكنائس القدس. القدس رايحين شهداء بالملايين، القدس رايحين شهداء بالملايين. واللهم يا رب الكون أطعمني أن أكون شهيدا من شهداء القدس. يا أهلي، يا إخوتي، يا إخواني، يا أحبتي، في بيت حنون، في جباليا، في مخيم جباليا، في بيت لاهيا، في تل الزعتر، ومن رفح جراد الى جنينجراد، صامد يا غالي، انه بهذا ممكن ان يركع هذا الشعب، شعب الجبارين، شعبنا المرابط في ارض الرباط، ولكن لا يعرف ان هذا الشعب لا يركع الا لله تعالى. يريد ان يدمر غزة قبل الانسحاب منها، ولكنه لن يستطيع ذلك. فهذه الإرادة الفلسطينية هي إرادة مؤمنة لا يمكن لأحد أن يدمرها. نحن نرص صفوفنا بقوة وصلابة لمواجهة هذه التحديات كلها التي لا تواجه فقط الشعب الفلسطيني ولكن تواجه أمتنا العربية من المحيط إلى الخليج. يا شعب الجبارين، نعم يا شعب الجبارين، أنتم هنا تمثلون هذا الجبروت لهذا الشعب، هذا الشعب الصامد المرابط في أرض الرباط دفاعا عن مقدساته المسيحية والإسلامية، دفاعا عن شرفه وشرف أمتنا العربية، دفاعا عن كل الحقوق الإنسانية، عن كل الحدود الإنسانية، دفاعا عن كل شرف الأمة العربية، ومعا وسويا وجنبا إلى جنب حتى القدس، حتى القدس، حتى القدس، حتى القدس، حتى القدس، حتى القدس. أحييكم من أرض فلسطين، أرض الشهداء والصمود، أرض الرباط والإسراء والمعراج لسيدنا محمد صلوات الله عليه وسلم. وإن شاء الله سنصلي سويا في القدس الشريف، شاء من شاء وأبى ما أبى بعونه تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة، كما دخلوه أول مرة.